السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. كالعادة عكس القعدة، فأنا شخصيا مستغرباني، ولكن لسه ما علقناش الستاير، غسلناها امبارح بس لسه ما جهزتش. فالنهارده عامله لكم خلفيه جديده، صور العيال والفاميليا والناس الجميله دي. وبمناسبه الولاد، النهارده الحلقه لها علاقه بالولاد والامهات، وازاي في ناس ممكن تميز ظاهره جديده. ما اعتقدش انها جديده قوي، كنت بسمع عنها زمان بس ما كنتش بسمع عنها بالوضوح بتاع اليومين دول. ايه بقى اللي بيحصل اليومين دول بعيد عن غسيل الستاير والقعده المتكعبله اللي انا قاعداها؟ ظاهره جديد. كتير من الامهات، ومفيش بينهم مشاكل وبين الابهات ولا اي حاجه خالص، حبايب يعني، ولا منفصلين ولا خاينين ولا متخانقين، حبايب عادي جدا في بيت واحد وزي الفل وكل حاجه جميله ظريفه. والاقيها بتقولي بصي، هو يا سماح في حاجه انا مش عارفه اتكلم معاه فيها بس انا ملاحظاها. ايه يا حبيبتي خير؟ هو بيصرف على اولاده حلو قوي بس انا لا. اقول لها يعني انت لا؟ تقولي انا لا، ما بيصرفش عليا تقريبا خالص، يعني الاساسيات، بناكل ونشرب ماشي. يمكن انت حساسه بزياده، يمكن انت نمكيه بزياده، يمكن انت باصه للعيال في الدلع اللي الراجل بيدلعوا له بزياده. لقيتها بتقولي لا. وعلى فكره مش واحده، كتير اتكررت. انتوا عارفيني ان انا ما بعملش، نادرا ما بعمل حلقه على حاله فرديه، احنا عاده بنعمل حلقه على نمط متكرر، باترن. بقالنا اسبوعين 3 بيجي لنا كيس متكرره قوي، بقالي مثلا شهر بيجي لي اسئله كتير قوي وبتبقى جايه من كل البلاتفورمز، يعني فيسبوك بنستلم نفس السؤال، يوتيوب بنستلم نفس السؤال، جلسات في المكتب بنستلم نفس السؤال. هوب، ده معناه ان في احتياج للكلام في الموضوع ده. ايه بقى الاعراض الشائعه للسيناريو ده؟ حد كويس جدا مع اولاده، هدوم بكل اللي معاه، يعني لدرجه في واحده قعدت قدامي قالت لي بيجيب لاولاده هدوم بالالافات. خروج يعني يحلموا، سفر يأمروا جوه مصر وبره مصر، عربيات احسن حاجه في الدنيا، حسابات بنوك زي الفل، مصاريف السفر بره بلازمه ومن غير لازمه هو تحت امرهم، شقق، مشاريع. بابا عايز اعمل مشروع مع اصحابي تقول لي ياخد ويخسر ويلبس في الحيط، وابوه ما عندوش اي مشكله. نيجي ليا انا بتحاسب بالجنيه، مصروفي بالجنيه، خروجتي بالقطاره ولو فيها مصاريف يبقى لا، علاجي بالضروره وبالالحاح واحيانا لا لو دواء غالي، عمليه ضروريه لا ما معيش اهلك يصرفوا عليكي، اهلك يعملوها لك. عربيه، ايه ده هو انا هحلم ولا ايه؟ ما عنديش عربيه، بنزل اخد تاكسيات او ولادي يوصلوني. في حاله من الحالات قالت لي كده، قالت لي ولادي بتحايل عليهم بقى الفاضي يوصلني، لان هو كمان ما بيوصلنيش، بيوصل ولاده واهله بس انا لا. اللي بيصفر بقى ولاده يمين وشمال، نفسي اطلع عمره، لا. نفسي اطلع حج، مش واجب عليا، انا الشرع ما كلفنيش بالمواضيع دي. طب عايزه مصروف شخصي في ايدي ان شاء الله 200 جنيه، لا مفيش مصروف، اللي انت عايزاه في البيت. السيناريو ده لما بحثنا وراه لقينا راجل يا اما مش حاسس بامان للست دي، مش مديها امان، يا اما حد مادي قوي وعنده شويه كراكيب او مشاكل بقى، من ام متسلطه، من ام ماسكه ماديات البيت، من ست كسرانه من يمين من شمال، او زوج شايف ان الست دي مسرفه او جايه من باك جراوند متدلعه او مزوداها عليا او عندها تصرف على نفسها. سمعت مبررات كتير كلها لا تبدو منطقيه. ليه لا تبدو منطقيه؟ لان انت عايش مع ست مش كارهها. في الحاله دي احنا ما بنتكلمش في ست ناشز، فيطلع حد يقول لي لا نفقه الناشز تسقط، حقيقي وفعلا، بس احنا هنا ما بنتكلمش على ست ناشز، احنا هنا بنتكلم على ست لطيفه محترمه واخده بالها من بيتها ومن جوزها وعلاقتهم طيبه. عشان دايما بعد كل حلقه يطلع لي كائنات استثنائيه تديني الاستثناءات اللي معمول عليها حلقات اصلا تانية. الحاله النهارده واضحه صريحه،
وهنا لازم اوجه كلمه لهذا الاب، اقول له ايا كان مبرر حضرتك، ايا كان الفكر اللي انت تفتق ذهنك بعده، لان الست دي لا تستحق الانفاق عليها. هاجي اقول لك معلش، نفسر بقى كده ونفكر ونعقلها مع بعض. بيجي لك كام واحد غريب ياكلوا في بيتك؟ بتدي كام واحد ما تعرفش يستحق ولا ما يستحقش؟ كام واحد مجرد انه دخل بيتي بقى له عليا حق الضيافه، بحبه او ما بحبوش؟ كام زميل سخفة وناقصين ورخمين معاك في الشغل او في النادي او جيران، ومع ذلك بتكرمهم وتديهم، ولو طلبوا يعني ما بتقدرش تكسفهم. ده احنا هنا بنتكلم على ناس كلهم غرب، واغلبهم تؤجر لو ساعدتهم، بس ما تأثمش لو بعتهم. يعني ماشي، انت مأجور ان شاء الله عنهم باستثناء اهلك. انا ما بكلمكش هنا في اهلك عشان ما تقوليش انا معايا 3 جنيه فامي اولى بيهم. طبعا على راسنا كلنا، ولكن هنا انا بكلمك في حد متيسر. وعلى فكره متيسر دي نسبيه، يعني لو انا معايا 100 جنيه ده تيسير في طبقه معينه، لو انا معايا 10,000 جنيه ده تيسير في طبقه تانية، على حسب. مش هي دي مشكلتنا. اهم حاجه عندي تفتكر وجع الولاده لاي عيل من عيالك مقامه ايه؟ طب بلاش وجع الولاد، السهر على العيان فيهم مقامه ايه؟ السهر على راحتك انت شخصيا مقامه ايه؟ بيتك المفتوح بيضايف اللي داخل واللي خارج من اهلك ومن اهلها، هو بيتك في الاول في الاخر. انا صاحبة البيت، بس انت صاحب البيت الاصلي. انا صاحبة البيت من اللوجيستكس، يعني في الحاجات اللي بتتعمل جوه البيت، انما البيت بيتدخل باذنك، ولو حد انت مش حابه انا ما بدخلوش. تمام؟ فكل ده ايه؟ ولادك اللي انت شايفهم طول بعرض، هو مين اللي سهر وربى وأدب وعلم ونظف وحمى وفلى وسهر ومسك الكتب وسمع وجري وراهم في المدارس يمين وفي الدروس شمال؟ مين؟ امهم، صح؟ بيتك النظيف الجميل المرتب ايا كان مستواه، من ابسط بيت في ابسط قريه لاكبر قصر في ارقى حي، مين اللي بينظف ويظبط ويلم ويرتب؟ وكل نساء العرب احنا معروف عننا بشكل عام، مش هقول كلنا ولكن اغلبنا مدبرات وبيعيشوا باي حاجه. حلو، لما ربنا يبقى كرمنا وموسعها، مش هي اولى قبل ولادك بالاكرام؟ دي مش ضيفه بقى، دي صاحبه بيت، ولكن ربنا موصيك عليها وحبيبنا عليها افضل الصلاه والسلام موصيك عليها، وانت عارف انك مكلف بيها، وان خير النفقه نفقتك عليها وعلى اولادك، صح؟ كل ده. طيب ده بقى هتقولي شرع وسنه واصل ويا سماح والموضوع. طيب نتكلم علم. انت عارف اكتر حاجه ممكن تسعد ولادك ايه في الكون الفسيح ده كله؟ ام سعيده. مفيش ست حزينه بتعرف تسعد ولاد، مفيش ام مكسوره بتعرف تسعد ولاد وتربيهم اسوياء وتحتويهم. كل اللي انت بتعمله ده احساسها بانها مواطن درجه تانية في البيت او مواطن درجه تالتة في البيت بينعكس بشده وبشكل سلبي عليها وعلى ولادك، وهفاجئك بقى، وعلى رصيدك عندها. فيوم ما تكبر وتحتاجها غالبا هي مش هتبقى موجوده. ليه؟ لان انت ما كنتش موجود ليها. وهنا مش بنتكلم في الطبطبه ولا الحنيه الارداحي، لان كتير من الستات احنا بنربط النفقه بالحنان والكرم بالود والعطاء بحسن الاصل وبحسن العشره. دي تركيبه ربنا سبحانه وتعالى خلقها مع الراجل والست اول ما كلفك بالنفقه عليا من ايام سيدنا ادم، من اول لتشقى لحد قيام الساعه. وبالتالي كل ده بيخلينا نحط 30 علامة استفهام. طب لما انت عايز ام سعيدة، ولما انت بتعلم ولادك الرجالة مراتك تبقى فين نمرة 1، ولما انت بتعلم بناتك تبقي فين يا حبيبتي عند جوزك انتي نمرة 1، انتي اللي بتجيبي العيال دي، فانتي الغالية، انتي ام الغاليين الاصل.
هعلم ده ازاي لولادي وبناتي وهم امهم بتتعامل مواطن درجة تانية واحيانا تالتة في البيت؟ اشرح لي. عندك مشكلة معاها، اقعد حلها. عندك تحفظ عليها، ست مسرفة، ست سفيهة في الانفاق، وده بيحصل وعندي كتير ناس كده، اقعد اتكلم معاها وقول لها معدلات انفاقنا 1+1=2. معدلات انفاقنا ما تسمحش باللي انت طالباه، انا اقدر اعمل 1 2 3. انا زعلان منك في كذا، عاتب عليكي في كذا. اتكلمنا قبل كده وعملنا حلقة مخصوص على العتاب واللوم والنقد، وعلمنا بعض نعاتب حبايبنا ازاي، بس ما نكسرهمش وما نوقعهمش، وبالذات قدام ولادنا الصغيرين. البنت لما بتطلع تلاقي نفسها اغلى واعلى عند ابوها من امها، اول حاجه بتفكر فيها انا ما اخلفش، اللي هخلفها دي هتعديني. هتبص لامها بلقطه، ودي حصلت عندي في حالات كتير جدا للاسف من الحالات اللي بتجيلي المكتب، بيبتدوا يبصوا لامهم بدونيه، وده بينعكس على تعاملاتهم معاها. ارقى 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 اسلوب تربوي ان الست تاخد مقامها، مقامها في البيت. ايوه اسمها كده اللفظ، مقامها، مقامها من مقامك. فاكرين لما عملنا حلقه يمكن من سنه ونص سنتين، اللي يقول لمراته يا هانم يقفوا لها على السلالم، واللي يقول لمراته ايه، ده مثل يعني شعبي قوي، واللي يقول لمراته يا عوره يلعبوا بيها الكوره. وهنا مش مقصود اللفظ، مقصود ان ناقصه حته، معاملتها اقل سنه، يعني تيجوا عليها عادي مفيش مشكله، انا كمان باجي عليها مفيش مشكله، دي بتاعتنا كلنا، اي حد معدي يلطش في الست دي مش مشكله، ما تشغلوش بالكم، انتوا المهمين. انت كده بتربيش ولادك، انت كده بتطلع عيال عديمه الربايه اصلا، لان حضرتك صدرت لهم فكر معتل. منين امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، ومنين ناس بتقول رفقا بالقوارير، وحبايبنا عليه افضل الصلاه والسلام عمال يوصينا، وبدل الحديث 10 وبدل الايه 100، واحنا جايين بنعامل في بيتها كده. ولو مش وست شالتك وعاشت معاك سنين كتيره، ما ينفعش تبقى كده. سمعت جمله من ست انا بعتبرها ست ستات، مش ستات، لا ست الستات، يعني انا صنفتها من اجمل الستات اللي انا قابلتهم، وعلى فكره ده بشهاده جوزها مش تحيزا مني. قالت لي قدامه سنين عمري وعشرتي له بالطيب خلاني ندمت عليها، لاني لا بتقدر قدام صغير ولا قدام كبير. الكلمه دي كبيره قوي. لما انت بقى تكبر وتحب تتقدر، ما تستغربوش لما احيانا بنشوف عائلاتنا بقى قرايب درجة تانية، قرايب درجة تالتة، قرايب درجة رابعة، ناس غرب ما تعرفوهاش، تلاقوا ست بتشخط في جوزها الكبير قوي المسن قوي. مرة شفتها فغصب عني سألت، قالت لي باللفظ اصل انتي مش فاهمة انا مركنة ايه، مرار، لما كان لسه بصحته مرار، شربني مرار، دلوقتي بقى حلال الله اكبر. الكلمة يا نهار اسود مرعبة بجد، رعبتني، انا اتثبت يعني للحظة ما بقتش عارفة ارد على الست. بس لما قلبتها في دماغي، هي الغلبانة دي شافت ايه؟ شافت كتير قوي، دي واحدة متجوزة بقالها فوق 35 سنة، ولادها يعني رجالة كبار. دي شافت ايه عشان تعملوا كده؟ وراها ايه عشان تعملوا كده؟ وعلى النقيض، يمكن انا حكيت لكم قبل كده على حد من قرايبي من بعيد قوي، رحمة الله عليها، كانت ست جميلة، بس يا حبيبتي كانت في آخر سنوات عمرها جالها ألزهايمر، فهي ناسية كل حاجة في الحياة، مش فاكرة إلا جوزها، ودلعوا ليها. ست يا حبيبة قلبي كانت خلاص يعني يا 90 يا معدية 90، رحمة الله عليها يا رب في الفردوس الأعلى. بس كانت فاكرة كويس قوي قد إيه كان بيدلعها وقد إيه كان كريم، وتقعد تحكي لي، انا ما اعرفهاش قوي، وتقعد تحكي لي، وكان بيجيب لي وكان بيقف معايا، وكان عارفه ما كانش يشيلني ابدا اكياس خضار ابدا، ما شيلش، انا هانم كنت امشي في الشارع وهو يمشي يا حبيبي شايل كل حاجه. ادخل البيت يقول لي محتاجه مساعده،
ولا تمام؟ اقول له تمام. كل نص ساعه يجي لي المطبخ، محتاجه مساعده، اعمل لك حاجه. احلامي كانت اوامر. تعرفي ايام ما كان الفستان في شيكوريل مش عارفه بكام جنيه، كان في العيد لازم يجي لي فستانين، في العيد الصغير، في العيد الكبير يجي لي فستانين، ومع الصيف مش عارفه ايه فاكره تفاصيل التفاصيل، ومش فاكره ولادها يا جماعه، مش فاكره ولادها، بس فاكره الحنيه. القسوه كمان ما بتتنسيش للاسف. الناس اللي بيتكلموا على التراكمات واللي بيجوا لي يقول لي مش عارف احنن قلبها عليا، للاسف قلوب الستات من الحاجات اللي لما بتنشف ما بتطراش تاني. ما ينفعش تحطها في ميه تطرى، ده مش عيش ناشف سيادتك، احنا ما بنفتش فته. القلب اللي بينشف خلصت، سلام عليكم، راح. خدوا بالكم من اللي انا بقوله ده كويس. واحسن حاجه تربي بيها اولادك انك تديهم ام سعيده ومحترمه ومقدره. ربنا يسعد البيوت كلها ويهدينا جميعا ستات ورجاله اللي في خيرنا، ويصلح حال ولادنا كلهم، شباب وبنات، وولادي وبنتي من ضمنهم يا رب. اشوفكم على الف خير، وميعادنا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد 10 وشويه. تصبحوا على خير.